السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ازيكم يا حبيبي، ازيكم يا أحلى متابعين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، والنهاردة الجمعة نكسر من الصلاة على حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة عليكم. النهاردة بقى أنا عندي كده وركين فراخ، غسلتهم وشطفتهم كويس قوي وحضرت لهم هنا محلول النقع. عصرت ليمونتين وحطيت معلقه جنزبيل ومعلقه سكر ومعلقه ملح. بس هنا بقى ايه، قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس بتدوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قولي في التعليقات. حبايبي المشتركين معايا ربنا يديكم النعمه عليا، تابعوا الفيديو الاخر ما تبخلوش عليا باللايك. انا النهارده بقى كده هدي للفراخ دي، انا هعملها في الاير فراير، فبرضه حابه كده يعني قبل ما انقعها محلول النقع اديها خطوتين كده. فردتهم بقى بالمدق لحد ما اتفردوا كده اهو، وهنزل بقى هنا في المحلول النقع، اسيبهم بقى ساعه ساعتين حسب وقتك، وادخلهم بقى اغطيهم بكيس وادخلهم التلاجة. وهنا بقى كان عندي كرنبايه صغيره كده في التلاجة، سلقتها ووضبتها اهي. وبعد كده عندي بقى هنا عملت الخلطه اهي. طبعا احنا عملنا الكلام ده كله مع بعض. وعندي بقى شوربه في التلاجة، فهنلف بقى حله المحشي كده ونوضبها ونسويها ونسوي الوراك في الاير فراير. الحله هي جهزتها اللي هي ايه فيها المحشي. تابعوني لاخر الفيديو. عندي بقى هنا عصر الليمون في المصفى دي كده، ليمونتين. هنا بقى حطيت الفراخ في التتبيله ودخلت بقى التتبيله تحت الجلد اهي. هسيبها بقى يا اما ليله كامله يا اما لو مستعجله يعني 3-4 ساعات كده. هغطيها بقى وادخلها التلاجة. هنا بقى الوراك بتاع الفراخ بيتهم ليله اهو متنقعوا. وانا جبت بقى الاير فراير، اللي ما عندوش بقى طبعا اير فراير يحطهم في فرن البوتاجاز عشان ايه يتشووا يبقوا حلوين قوي. هنا بقى انا سخنت الاير فراير 10 دقايق كده وبعد على درجه عاليه، وبعدين هدخلهم تسخن الحله بتاع الاير فراير. احط بقى الفراخ وبعدين اوطي درجه الحراره لحد ما يستووا بقى كده، وبعدين رجعها تاني كده. خلاص هي ايه. هنزل بقى بوركين الفراخ كده، سخنت اهي عملت الطشه. اشتغلت بقى تاني. هسويهم بقى وارجع لكم. هنا بقى بعد ما خليتها على نار هاديه على درجه حراره 160 10 دقايق، عليت النار خليتها على 180 ال10 دقايق التانيين علشان تحمر، عشان لو خليتها على نار عاليه هتحمر وتبقى الفراخ نيه كده. بقى الجلد يحمر وما تستويش كده. بقى تستوي لما نخلي النار الاول هاديه وبعدين نعلي النار. لا هي 20 دقيقه، 10 على الهادي و10 على النار العاليه على 160 وبعدين 180 كده. الفراخ اهي طلعت من الفرن وده شكلها ولونها واستوت جدا. والجنب التاني اهي كده. بقى الفراخ اهي وراك الفراخ كده، طبق الكرنب اللي انا كنت عاملاه. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه. ولا لقاء في وصف فيديو تحياتي من قناتي. ما تبخلوش عليا باللايك،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.